صبحكم الله بالخير طلابنا الأبطال. بما أنه جاي أشرح الساعة 5 صباحا على مود أكمل لكم المنهج إن شاء الله. هاي المحاضرة اللي هي خواص التكامل وكذلك تكامل الدالة المطلقة. هاي المحاضرة إذا كملتها تاخذ 10 درجات وهي بسيطة وراح يكون وقتها أقل من الساعة. تمام حبيبي؟ وراح اشرحها شرح مفصل وراح تقول هاي كلش سهلة، يعني ابد نهائيا ما تواجه صعوبة وياها. يلا تعال حبيبي، عندنا خواص التكامل. انا سويت لك اياه النوعين ما اريد ادوخك. زين، شنو هذا النوع؟ مثلا اذا كان عندي تكامل النوع الاول بفترة واحدة، يعني من الى بس رقمين، وانطاك بين قوسين اف لاكس وياها هاي الدالة. شوف هاي الدالة ينطيك يساوي مثلا رقم، يساوي رقم معين. ايش يطلب؟ ويطلب التكامل من 1 ل3 بس الاف لاكس، بس الهاي. شو نسوي؟ شوف، نوزع التكامل على هاي وعلى هاي، يعني هاي فقط. من وزعنا التكامل راح يكون عندي هذا تكامل إله وهذا هم تكامل إله وهذا الرقم ينزل. نكامل هاي ونطلع نتيجتها. من يطلع لي نتيجتها؟ خلينا نقول طلع نتيجتها 5، ننقلها لهناك يصير عندي 20 ناقص 5 يطلع 15 الناتج مالتها. واذا كان مثلا نتيجتها 0 راح الله يا، اذا النتيجه يساوي نتيجه التكامل يساوي 20. خلاص زين. عندي نوع ثاني، اذا اعطى مو فتره واحده مثل هاي، لا انطاني جزئيه، يعني فتره مجزئه، هي الكليه من 1 ل6. وش ينطيني وياها؟ ينطيني وياها من 1 ل3. هذا الوسيط يصير، شوف هنا وهنا، هذا شنو؟ هذا هيك وسيط صار هنا وهنا. ومن 3 ل6 تصير، اذا من 1 ل3 ومن 3 ل6. زين، شنو هذا الترتيب؟ اذا انطاني فتره مجزئه، يعني جزئها رقم نصهن صار مذنب بنصهن، يعني ينطيني 3 تكاملات. ينطيني 2 معلومات، اي 2 معلومات، ويطلب واحد المجهول. مثلا انطاني هذا وهذا، وش طلب؟ طلب هذا. مثلا انطاني هذا والاخير وطلب هذا، مجرد انقل بس. زين، يعطي ناتج 2 ويطلب الثالث. حلو. واكو شغله لا تنساها، خاف ينطيك الفوق صغيرون والجو كبير، ماكو هيج حكي. شو تسوي اذا خاف تلقى هيج ترتيب، يعني واحده من ذن الثلاثه لقيتهن هيجي، فش تسوي؟ تستبدل الواحد يصير جوا والخمسه تصير فوق. وش نسوي؟ ضريبه ندفع، نخلي سالب هنا بس. يلا تعال حبيب قلبي، يقول إذا كان من 1 ل3 وهاي الدالة، شوف هاي الدالة كاملة اف لاكس وهاي يساوي 20، فجد تكامل من 1 ل3. يريد بس هذا. اي نوزع ونكامل وننقل. تدلل حبيبي، هذا النوع الأول من 1 المن ل3 المن للدالة اف لاكس. زين، وبعد يتوزع عليه من زائد تنزل، يتوزع على هذا اللي هو تكامل هم من 1 ل3 للدالة 2x ناقص 4. طبعا هنا دي اكس بدي اكس زائد، وكذلك هاي يعني اكو هنا دي اكس. يلا من نكمل الطير يساوي 20 ينزل شله علاقة. حبيب قلبي، مو احنا اخذنا التكاملات وفلسناهين؟ هذا نزله يريده وهذا معلوم،
كامل لهذا وكأنما جايب لك تكامل هذا، شو تسوي له؟ تجي تقول بوي من 1 ل3 ينزل اف اكس دي اكس انا اريده زائد دي كامل لي هاي، اي تدلل التكامل يصير هيجي، وهذا رقم يصير هنا وهذا يصير هنا، ونكامل هذا تكامل 2 اكس تربيع على 2 ناقص الأربعة يجيها اكس، خلصت يساوي 20. زين هذا انا اريده كامل لهذا كاملنا، عوض ذني طبعا هنا تعوض الثلاثة، فصل عندي طبعا هاي راح تروح وصارت لطيفة كلش. زين راح يصير عندك 3 تربيع ناقص 4 في 3. حلو. ناقص عوض الواحد راح يصير 1 تربيع ناقص 4 في 1 يساوي 20. هاي ماكو هاي بس يطلع لك ناتج إلها، الشمرة اللي هناك يصير سالب، طلع لك الناتج. زين راح يكون عندي 1 ل3 اف اكس دي اكس زائد حبيبي هذين بيناتهم شنو؟ بيناتهم طرح. خلينا نجي نبسط 3 تربيع 9 ناقص 3 في 4 12 خوش ناقص هذا التربيع 1 تربيع 1 ناقص 4 في 1 4 يساوي 20. زين تكامل من 1 ل3 اف اكس انا اريده دي اكس زائد هذا ايش قد يطلعن؟ 9 ناقص 12 سالب 3 ناقص، وهذا ايش قد يطلع؟ يطلع سالب 3 جيد يساوي 20. هنا سالب في السالب موجب، اذا صارت موجب. زين سالب 3 موجب 3 صفر، يعني الصفر ما يحتاج ان ننقل هناك لان هو ما راح ياثر، اذا هاي راحت، بقى التكامل اللي اريده من 1 ل3 هو الداله اف اكس دي اكس يساوي 20 وبس. شلونه؟ الله عليكم، اكتبوا لي بالتعليقات سهل الموضوع لو صعب. تمام جيد. طبعا هذا جاء وزاري وهذا جاء وزاري وهذا مرشح تريليون بالمية. خوش هذا مرشح. زين اذا كانت الداله اف اكس مستمره على الفتره، منطيني فتره اللي هي هاي، يعني هاي الفتره. زين وكان الداله تكامل الداله من 1 ل6 من 1 ل6 خوش للداله اف اكس يساوي 6 خوش، والداله من -2 ل6 للداله هاي يساوي 32. حلو جد. من -2 ل1 اول شيء هاي تعتبر الفتره الكليه، يعني من -2 ل6 هاي اطول فتره الكليه مالتهن. تمام زين شو سويت ما دام شفت التكاملات مو بس من -2 ل6 مثل هاي من 1 ل3، لا شفت من -2 ل6 بعدين صار عندك من -2 لل1 ومن -2 لل6 ومن 1 لل6 اكو شنو؟ اكو وسيط بيناتهم دخل اللي هو الواحد، اذا صار عندي
على هذا القانون لان صار عندي 3 تكاملات. زين ايش نكتب؟ بغض النظر ما اعرف شو يريد هو، ما ادري شو يريد، ما دام شفت انا 3 تكاملات عرفت موضوع الخواص تمام. زين شو اسوي؟ اجي اكتب القانون، بس شوف شلون اصير ذكي. انا قانون الكليه، من هي الكليه؟ اللي هي من -2 ل6. وينها؟ من -2 ل6 اللي هي هاي. شو اقول من -2 ل6 هاي الكليه للداله اف لاكس دي اكس يساوي، هو من هو الوسيط؟ الواحد. راح يصير عندي هذا الصغيرون من -2 للوسيط للداله اف لاكس دي اكس زائد ليش؟ لان هي هاي جزئيتين مسوي لي اياها. من الواحد هذا هنا راح يتكرر الوسط هنا وهنا. من الاخر واحد اللي هو الستة للدالة هم اف لي اكس دي اكس. هنا اكيد عندي واحد مجهول يريده، وين خلينا نشوفه؟ من -2 لواحد. وين -2 لواحد؟ هذا 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 المجهول يريده، يكون عندي ذني. واذا واحد بزياده ارتبه. زين انا ايش عندي من 1 ل6؟ ايش قد موجود؟ 6. هاي موجوده، يعني هسه هاي موجود. هذا انا اريده، يعني لازم اكتبه نفس ما موجود. -2 للواحد للداله اف لاكس اريده ينكتب الاريده، طبعا زائد ينزل. زين هذا ايش قد من -2 ل6؟ وينه؟ هذا مخربط به زياده، مو بس اف لي اكس، اكو زياده. زين شو اسوي بهاي الحاله؟ لا دير بالك، هاي زياده، سوي جزء من الحل حتى ترتبه. جيب هذا هو هذا نزله هنا من -2 ل6 للداله اف ل اكس زائد 3. طبعا دي اكس يساوي، منطيني الناتج 32، بس هو ما اعطاني الناتج مال اف ل اكس بس، مطيني وياه هاي الثلاثه. المشكله هاي الثلاثه عنده مشكله، لانه انا شنو القانون مالتي؟ قلت اف ل اكس، ما قلت 3 وياها. زين ما اريد هاي الثلاثه، شو اسوي؟ شوف شو اسوي. اولا راح يتوزع التكامل على الاثنيناتهم ويطلع منا ناتج. شلون السؤال الاول يطلع الناتج منا اشمره لهناك. زين راح يصير عندي تكامل من -2 ل6 للداله اف ل اكس زائد هذا هم تتوزع للتكامل -2 ل6 للثلاثه. طبعا دي اكس يساوي 32. هذا انا اريده من -2 ل6 اف ل اكس زائد هذا كامله. شلون تكامله؟ طبعا من نريد كامله اكيد راح نقول 3 اكس هذا تكامله، والفتره مالتي من -2 ل6 يساوي 32. طبعا هذا ينزل من -2 ل6 للداله اف ل اكس لان انا اريده هذا زائد هذا احنا كاملناه، بس عوض لي راح يصير عندي 3 في شقد في 6 ناقص 3 في -2 يساوي 32. زين نيجي نطلع الناتج. طبعا هذا ينزل كما هو تكامل من -2 ل6. خلينا نشوف هذا ايش قد. 6 في 3 3 في 6 طبعا 3 في 6 اكيد يطلع لي 24. واضح؟ 3 في 6 24. زين
عفوا 3 في 6 18 ناقص. هنا سالب في السالب موجب 3 في 2 شو يطلع لي؟ 3 في 2 يطلع 6. سالب في السالب قلنا موجب يساوي ايش قد 32. ذن ايش قد جمعهن؟ ذن جمعهن 24. اجمعهن هنا قبل هاي ال 24. زين انا اريد بس هذا اريده، فهاي وين احولها؟ تتحول لهنا. زين ايش راح يكون؟ راح يكون تكامل اف لاكس من وين للدالة من سالب 2 ل6. نعم من سالب 2 ل6 زائد، بعد ماكو زائد لان راح ينقل، راح يصير عندك 32 ناقص 24. ايش قد يطلع هذا؟ يطلع لي 8. اذا الناتج مال هذا طلع لي 8 بعد ما رتبناه. اذا هذا كان مجعمر سويناه رتبناه حتى نجي نكتب الناتج مالته. زين انا اريد هذا، فاليمه ينقل للطرف الاخر. تمام، فراح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي 8 ناقص 6 يساوي تكامل من سالب 2 للواحد للدالة اف لاكس دي اكس. وش قد يطلع لي؟ يطلع لي تكامل من سالب 2 للواحد اف لاكس دي اكس يساوي، يطلع لي 2 فقط. طبعا اقدر اقدم واخر هذا يساوي هذا، كيف الناتج طلع لي 2 هنا، فاقدر اقول هذا يساوي 2. خلصت وانتهت. مرشح وبقوة. حلو، مكملين وياكم. راح ناخذ الدالة المطلقة حتى نضبط 100%، وهاي المحاضرة عليها 10. ولا تنسى الاشتراك بالقناة حتى تظهر لك المحاضرات اللي جاي ننزلها. طلاب الأبطال، وصلنا إلى آخر شيء اللي هو بالمحاضرة. هذا مهم جدا جدا جدا. تمام، اللي هو الدوال الفرعية أو الشطرية. زين هنا من تجيني تكامل دالة شطرية أو فرعية بها فرعين، أول شغلة لازم نثبت الاستمرارية عند العدد المشترك، يعني نكون نثبتها مستمرة. زين شلون؟ ومن هو المشترك؟ هذا الرقم الموجود هنا مشترك فوق وجوا، وهذا العدد. لازم شو نسوي؟ نطلع الصورة يعني نعوضه وين اكو مساواة. هنا هاي الشخطة وين موجودة، هاي نعوضه بيها يطلع لي ناتج تعتبر صورة. وبعدين اخذ للغاية الليمت فوق وجوا، يكون يطلع عندنا الارقام ثلاثة مساوية. اقول له الغاية تساوي الصورة، اذا الدالة مستمرة لحد هنا. هاي مجرد استمرارية. زين وراها شو نسوي؟ تذكرون هذا القانون اللي قبل شوي اخذناه، اللي قلنا من اي لبي نقدر نجزئه من اي السي ومن سي لبي، جدا طبيعي. زين هنا راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي تكاملين، والحد الفاصل السي يعتبر من هو؟ يعتبر هو هذا المشترك الحد الفاصل بيناتهم. زين والمطلوب منه؟ المطلوب اللي هو هذا، اللي هو شنو؟ الفرعية. جيد جدا. هسه اريد تكامل هاي الفرعية. اولا راح اشغل له من هو المشترك فوق وجوا؟ الواحد. زين شو اسوي؟ اجي اعوضه وين اكو شخطة فوق، لو جوا فوق اذا اعوضه بهاي. اذا الواحد راح يعوض 2 وبمكان الاكس راح اخلي 1 زائد 1. 2 في 1 2 زائد 1 3. هاي عندي الصورة.
لازم اخذ هالدور الليمت اللي هي الغاية، الاكس تقترب علما للواحد. حلو. وين؟ بالفوق للدالة 2 اكس زائد 1. زين شلون هاي؟ قبل من نرد نعوض كنا نحذف الليمت ونعوض. عوض 1 يقترب يعني عوضها، اكس يقترب للواحد يعني عوضها بدل اكس. 2 في 1 زائد 1 راح يطلع 2 في 1 2 زائد 1 3. خوش. يكون هالدور الليمت من اليسار يعني نعوضه بهاي، اكس يقترب هم للواحد اللي يا دالة 3. زين شو يطلع؟ هاي تنحذف. زين نعوض 1 بالدالة هاي الدالة ما بيها اكس تتعوض فيرجع نفسه. طبعا بثلاثة المساويات شو اقول له؟ الصورة تساوي الغاية. تمام. زين اذا الدالة اذا الدالة مستمرة على الفترة، شنو الفترة المغلقة؟ 0 ب5. الفترة المنطقة اياها هنا هي تعتبر مستمرة عليها. زين وراها شو نسوي؟ نجي صار عندي التكامل هذا المطلوب اللي هو من 0 ل5 للدالة f لx dx يساوي تكامل من لوين؟ تكامل من الصفر لهذا العدد، يعني من الصغيرون لهذا العدد المشترك للواحد. زين للدالة f لx dx زائد، خلي زائد وراها من الواحد للعدد الأخير اللي هو 5 للدالة f لx dx. زين هنا من 0 للواحد، من 0 للواحد هنا على يا دالة هاي لو هاي. شوف إذا قل لي من 0 أو إذا طلع لي من 0 إلى 1 أجي أشوف من هي الأصغر من الواحد. من هي الأصغر من الواحد؟ أصغر من الواحد يعني هذا الواحد وأصغر منه. من هي؟ هاي لو هاي. هاي أصغر بهذا هاي لو هاي. إذا إكس أصغر من الواحد يعني من الصفر للواحد، يعني من الصفر المن للواحد أصغر من الواحد تعتبر. زين اللي هذا له 3. إذا المكان هاي نوخرها شو نخلي 3 دي إكس. زين من هي أكبر من الواحد؟ أكبر من الواحد، أكبر ويساوي 1 يعني أكبر من الواحد. هاي من 1 ل5 أكيد أكبر من 1، فنستبدل بمكانها، نستبدل بمكانها اللي هي الدالة 2x زائد 1 للدالة dx، يعني هاي الدلالة. هسه مجرد تكامل الثلاثة 3x للدالة من 0 ل1 جيد زائد الدور كذلك تكامل كامل لهاي 2x تربيع على 2 زائد 1 يعني x. بعد ماكو دي اكس راحت. الدور كل من نفتحها نجي لهذا. هذا راح من تجي راح يصير عندي 3 في 1 3 ناقص 3 في 0 0. حلو زائد هاي وهاي راحت 2 على 2. زين الدالة هنا شنو؟ من 1 ل5 عوض لي اياها 5 تربيع 25 زائد 1 25. عفوا هنا راح ايش راح نسوي؟ راح هاي ال5 نعوضها هنا وهنا راح يصير عندي شنو؟ زائد 5.
زين ناقص هنا ايش عندي؟ 1 تربيع 1 زائد 1 تربيع او عفوا 1 تنزل. جيد جدا. هنا 3 ناقص 0 3. هاي زائد ينزل هاي 30. هنا ايش راح يكون عندي؟ ذني جمعهن 2 وعندي هنا سالب 2. ذني جمعهن 2 وعندي سالب يصير سالب 2. جيد. ايش راح يكون هسه الترتيب؟ انه 3 زائد 30 33 يروح 2 31. سؤال مهم جدا ومرشح للدور الثاني هذا. زين هذا السؤال كذلك مرشح، بس انتبهوا وياي. يقول اثبت ان هاي الدالة المطلقة تتحول دائما الى فرعية. شلون؟ يعني اذا كان عندي مطلق تمام شو نسوي؟ نجي نقول سالب 2 للأربعة تمام للدالة اف لاكس للدالة شنو؟ او نجي المن على المطلق هذا. المطلق مطلق 3 اكس ناقص 6 يساوي هذا يتحول الى فرعية. شلون؟ دائما المطلق يتحول الى فرعية، مرة نفسها ومرة عكس الاشارات. يعني شو يصير؟ يصير سالب 3 اكس زائد 6. خوش. زين هنا دائما تكتب لكل اكس هاي شنو؟ صفحة. هنا تقول اكبر ويساوي، هنا تقول اصغر. زين هذا الرقم الاكبر من واصغر من نحصله؟ تجي تصفر هاي اللي ببطن المطلق على كتر، تجي تقول 3 اكس ناقص 6 يساوي 0. هاي عبره لهناك يصير 3 اكس يساوي 6. زين تقسيم 3 اكس يساوي 2. هو هذا الحد الفاصل اللي كنا قبل شوي نقول عليه انه هذا طلع الاثنين هنا وهنا. زين هسه من يريد التكامل مال هذا شنو يكون الترتيب؟ على هذا على ذني تمام عيني على ذني. نجي اول شيء راح يكون عندي هو المطلوب شنو؟ التكامل من سالب 2 للأربعة للدالة من هي اف لاكس يساوي ايش راح يكون عندي الترتيب؟ تكامل من الصغيرون من سالب 2 للحد اللي طلع اللي هو المشترك بيناتهم اللي هو 2 للدالة اف لاكس دي اكس زائد تكامل من الاثنين المشترك هذا طلع لي علما للآخر شيء الموجود بالفترة للدالة اف لاكس دي اكس. هسه تقدر من هاي الخطوة انه تعرف من الأصغر من الاثنين. أصغر من الاثنين هاي يا دالة هاي. زين شو نسوي احنا؟ نجي نمسحها ونخلي بمكانها. يفضل ايش تكتب؟ يفضل انه الرقم الموجب يبدي بالبداية، يعني يصير 6 زائد او 6 ناقص 3 اكس. زين من هي الاكبر من الاثنين؟ طلعت لي من هي الاكبر من الاثنين؟ هاي. من هي الدالة؟ امسح هاي اكتب بمكانها 3 اكس ناقص 6. 3 اكس ناقص 6 يساوي
هسه نجي نكامل، تقدر تكامل وحده واحده وبعدين تجيب الناتج براحتك، ماكو في المشكله. زين، راح نجي نقول تكامل هاي تصير عندي 6 اكس ناقص 3 اكس تربيع، وما انسى الفتره من -2 ل2 زائد نكامل هذا هم صار 3 اكس تربيع على 2 ناقص 6 اكس. من هي الفترة؟ من 2 لل4. هسه هنا انت مخير تريد تجيب كلمة واحدة وتجيب الناتج، تريد المباشر، لان ذن راح شو يصير بينات الناقص، لان عندي فترة وهنا فترة، يعني يصير 4. زين، احنا شو نسوي؟ نجي نفتح قوس ناقص قوس سد القوس، بينات نجمع ذني بينات نجمع، هم نفتح قوس كبير وبطن قوس هنا ناقص، همين قوس وبطن قوس. نجي لهنا عوض الاثنين هنا، يصير 6 في 2 12 ناقص هنا 2 تربيع 4 في 3 هم 12 سالب 12. عفوا هنا ايش عندي؟ عندي 2 تربيع 4 في 3 12. زين، وهنا 12. جيد جدا، ناقص 12. جيد، نجي المن نجي الى -2، عوض هنا صار عندك -12، وهنا راح يروح السالب ويا التربيع، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 4 في -3 سالب 12. نجي لهذا 4 تربيع 4 تربيع 16 في 3 يطلع 48، أو 16 في 3 16 هنا 48. زين، ناقص عوض هنا 6 في 4 ايش قد؟ يطلع لي كذلك انه 24، لان 6 في 2 6 في 2 12 و12 24. جيد، هنا أنا عوض الاثنين راح يصير عندي 2 تربيع 4 في 3 ايش قد؟ بس هنا نعيد انه هنا عندي ايش قد صارت عندي 16 48. جيد، عليها من على 2 ناقص هنا 24. عوض الاثنين 2 تربيع 4 في 3 12 على 2 12 على 2 ناقص نجي كذلك 2 قلنا نعوض وين؟ هنا 2 صار عندي ناقص 12. هسه ترتبهن هذن راحن صفر، ذني ايش قد يطلع؟ 24 سالب، في السالب موجب، اذن 24 هاي كلها طلعت لي 24. جيد جدا، زائد نشوف ذني هاي وهاي ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 24 ناقص 24 يروح. زين، هاي ايش تطلع؟ تطلع هاي وهاي 6 ناقص 12 صار ناقص 12. ستة ناقص 12 يصير عندي -6. زين، تمام، هنا -6. زين، وش قد شنو قبلها موجود؟ قبلها موجود عندي هنا -6، والسالب راح يصير عندي موجب 6.
زين. ذن ايش قد جمعهن؟ يطلع لي 30. وهو ايش قايل لي؟ اثبت انه هذا يطلع 30. هسه كملنا هاي المحاضرة، تمام عيني، وهاي المحاضرة عليها 10 درجات رسمي، لو هذا الموضوع لو اللي اخذناه قبل شوية، وذني اثنيناتهم مهمات جدا جدا جدا، وكذلك خواصل تكامل مهمات جدا جدا جدا. لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى نكمل لكم بقية المنهج.